يا جماعة، سوق الصرف عندنا لسه عامل فيلم أكشن. شوية عملات مستقرة وشوية بتعمل حركات بسيطة كده كأنهم بيزوغوا من حصة حساب. اليورو قاعد ثابت مكانه عند البنك المركزي 56.48 للشراء و56.65 للبيع. يعني بيقول لنا أنا مش هتحرك النهاردة، ريحوا دماغكم. أما الجنيه الاسترليني فمكمل في العظمة بتاعته 65.26 للشراء و65.46 للبيع. يعني لو ناوي تسافر لندن حضر شنطتك وفلوسك. وبالنسبة للعملات الأجنبية زي الريال السعودي 12.83 جنيه للشراء و12.86 جنيه للبيع، زي ما يكون بيقول لك أنا هنا للعمرة والحج بس. أما الدرهم الإماراتي بقى 13.10 جنيه للشراء و13.14 جنيه للبيع، ثابت كأنه بيتمشى في دبي مول. إنما الدينار الكويتي يا باشا لسه الملك 157.87 للشراء و158.37 للبيع. اللي ماسك دينار ده يحطه في برواز. اما العملات الاسيويه بقى زي 100 ياباني 32.59 جنيه للشراء و32.69 جنيه للبيع، كانه بيعمل انحناء احترام كده. واليوان الصيني 6.75 للشراء و6.77 للبيع، عايش دور انا الصديق الوفي. اما الفرنك السويسري 60.40 للشراء و60.63 للبيع، يعني لسه غالي زي ساعة رولكس. أما الخلاصة بقى فهي كالتالي: السوق شغال بحركة خفيفة كده، مش صعود مجنون ولا نزول مرعب. كله مستني أي قرار اقتصادي جديد من البنك المركزي عشان يقرر هيجري ولا هيكمل نايم.